السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه جاتو شوكولاته من غير اي شوكولاته خالص. هيبقى غرقان كده بالشوكولاته والكريمه وطعمه حلو جدا وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معايا بوله حطيت فيها كوبايه كبيره كده سكر او ممكن بالمج المعياري، وحطيت عليه كمان كوبايه كاكاو ونخلتها كده بالمنخل عشان خاطر لو فيها اي تكتلات ولا حاجه اعملها كده بالمعلقه وانزلها. ولو انتي مش عايزه الكيكه غامقه قوي حطي نص كوبايه كاكاو بس، ما تخليهاش كوبايه بس، ده كاكاو فاتح بتاع الشرب فطعمه حلو قوي. وكمان عليه كوبايه زيت وكوبايه حليب، وهضرب ده كله بالمضرب الكهرباء واحطه في الخلاط واضرب. ممكن ما احطش الزيت غير في الاخر، احط زرسوب كده وانا مشغله الخلاط، او ممكن احطه. انا عارفه طبعا المقدار ده بيطلع معايا مظبوط فانا عملته كده على طول. وكمان احنا عايزينها غامقه قوي بالشوكولاته فعشان كده زودت الكاكاو. اضرب بقى كويس بالمضرب لحد القوام ما يتقل معايا كده. خلاص اداني القوام المظبوط اللي انا عايزاه. مش هضرب تاني اكتر من كده، لو انا عايزه اتقله عن كده هزود له زيت تاني وبعدين اضرب. دلوقتي هشيل كوبايه من خليط الشوكولاته دوت عشان خاطر احطه في الاخر على تزيين الكيكه دي. بعد كده هنزل بقى عليهم بكوبايتين دقيق بالكوبايه المعياريه او نفس المج اللي انا عايرت بيه. نزلت كوبايه بكوبايه كده واقلب طبعا بالراحه عشان خاطر الهواء ما يطلعش من الكيكه. ودي ذره ملح لازم طبعا احطها مع الدقيق، وكمان احط كيس بيكنج باودر، وحطيت طبعا كيسين فانيليا عشان خاطر زفرة البيض. وبعد ما اقلب الدقيق عندي في الخليط دوت والدقيق خلاص يضيع معايا ما يبقاش باين، انزل عليهم بقى بثلاث بيضات. 3 بيضات على الخليط دوت واقلبهم تاني كويس. طبعا انا بقلب بالراحه بس انا مسرعه الفيديو عشان كده بيبان ان انا بقلب بسرعه، لكن انا بقلب بالراحه خالص عشان خاطر ما اطلعش الهواء. وكمان زودت معلقه كبيره خل برضو حلوه، ديت بتخلي الكيكه بتاعتي تكون هشه كده وعاليه، بتديها هشاشه كده، وكمان حلوه مع زفاره البيض، ما تخليش في اي زفاره للبيض. بقلب بقى كويس الخليط ده. طبعا لسه ما حطيتش لحد دلوقتي الحليب، انا هعملها بالحليب الساخن او المغلي. اغلي اللبن كويس وبعد كده انزل بكوبايه كبيره واقلب. كوبايه كبيره لبن مغلي لازم تكون مغليه زي ما هي كده، وما تخافيش مش هتعمل اي حاجه في الكيكه لان احنا طبعا خلاص المكونات بتاعتي كلها بقت كده دايبه معايا، والبيكنج باودر كمان هي شغال معايا زي ما هو، لانه خلاص تقلب في الخليط بتاعي وكمان اشتغل خلاص، فاللبن كده مش هيأثر عليه. اقلب بقى على طول من تحت لفوق، طبعا اقلب بالراحه عشان ما اطلعش الهواء اللي في الكيك. جبت مضرب معايا كمان عشان خاطر يساعدني في التقليب كويس كده. خلاص يا دوب الكيكه اتجنست كده مع بعضيها، خلاص مش هحط حاجه تاني. انا حطيت ربع كوبايه لبن كمان عشان خاطر تكون مظبوطه، يكون الخليط بتاعها مظبوط، ما تخلوش تقيل قوي عشان ما تشققش معاكي، وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه عشان برضو ما تبقاش طريه من النص. القوام ده حلو قوي ومظبوط. دلوقتي بقى هجهز الصينيه، حطيت فيها كده معلقه سمنه او زبده، او ممكن برضو تدهنيها زيت عادي بالفرشه كده، وبعد كده تنزلي بالخليط. نزلت بالخليط كله. الصينيه دي مقاسها كبير، مقاس 30 مثلا في 25، مقاسها كبير. دلوقتي هخبط بقى صينيه خبطتين كده او بخلة اسنان واعملها كده اطلع كل الهواء اللي فيها، لان كيكه الحليب الساخن دي قريبه قوي من الكيكه الاسفنجيه. حلوه قوي في التورت وفي الجاتوهات، بتكون زي الكيكه الجاهزه والجاتو الجاهز بالظبط. دلوقتي طلعت منها الهواء والفرن عندي سخن على 180 مشغلاه بقاله 10 دقايق. هحطها في الرف اللي في النص، هتاخد معايا حوالي 35 دقيقه بالظبط، تطلع حلوه قوي ومظبوطه. دلوقتي بقى هعمل الطبقه التانية. جبت كوبايه ونص من كريم الشانتيه، ده كريم شانتيه خام من غير سكر، ممكن تجيبيه بسكر عادي، ده من غير سكر. ودي كوبايه ميه متلجه، هحتاج كوبايه ونص طبعا على كوبايه ونص كريم شانتيه، بس انا ركنت النص كوبايه جنبي. ودول معلقتين سكر، اي سكر مش شرط بودره ولا حاجه، يعني بودره او حبيبات عادي براحتك. واضربه بقى كويس بالمضرب او احطه برده في شفشق الخلاط عادي. اضرب فيه كويس لحد ما يبقى متماسك كده معايا. طبعا مش هخليه متماسك قوي لاني مش هحطه في كيس الحلواني، لو انت عايزاه طبعا في كيس الحلواني بتسيبيه متماسك جدا، لكن هو كده برضو هخليه برضو متماسك مش خفيف. حطيت كمان نص كوبايه الميه كمان، معلقتين بمعلقتين كده، واضرب لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. يبقى كوبايه ونص، خد معايا كوبايه ونص ميه متلجه. لازم تكون الميه متلجه، او برضو هتعمليه بالحليب ماشي بس يكون متلج، لان طبعا لو مش متلج او لو ميه من الحنفيه هتخليها سايحه كده ومش هتجمد معاك. كده خلاص اداني القوام المظبوط. دلوقتي هحط عليها بقى حوالي ربع كوبايه من الشوكولاته اللي انا كنت راكناها من الاول، من صوص الشوكولاته اللي انا راكناه اللي هو معمول بالكاكاو، وهضربها مع الكريمه هتدي طعم حلو قوي للكريمه. دلوقتي بقى خلاص خلصتها، احطها في التلاجة لحد الكيكه بتاعتي ما تبرد. الكيكه طلعتها وسبتها بردت. انا عملت واحده كمان، دي صينيه تانية، انا عملت واحده كمان بنفس الطريقه. دلوقتي بقى هسقيها بالحليب، طبعا لازم تكون بارده وكمان الحليب بارد. ممكن تخرميها كده بخله الاسنان لو هتسيبيها زي ما هي في الصينيه، لكن انا شلتها وقلبتها، فهي طبعا بيكون فيها مسماها كده من تحت بتكون كلها مفتوحه، فبتشرب اللبن وبتكون حلوه قوي.
حطيت عليها نص كوبايه لبن، اسيبها بقى تشربه. سبتها كمان 5 دقايق بس تشرب اللبن ده كويس. وبعد كده احط عليها بقى صوص الكريمه اللي احنا عملناه، كريمه الشوكولاته اللي احنا عملناها. احط جزء منها عليه. انا عامله الكوبايه ونص دول لصينيتين، لاني عملت صينيه كيكه تاني بنفس الطريقه. يعني انت لو عامله صينيه كيكه واحده بس هتحطي كوبايه الا ربع بس كريم شانتيه، او كوبايه بالكتير. هتكون مليانه وغرقانه كده كريمه وهتكون حلوه قوي. طبعا كده الكريمه بعد ما جمدت في التلاجة حطيتها بقى على وش الصينيه كده، وتسويها باي حاجه، اي سباتيولا عندك كده ولا حاجه، وتسويها بيها. وحوالي نص كوبايه من الشوكولاته اللي انا كنت شايلاها، صوص الشوكولاته اللي كنا شايلينها، حطيت عليها او اقل من نص الكوبايه. حطيت عليها معلقتين 3 لبن عشان خاطر افكها بيهم، لان طبعا لما بتتركن الصوص كده بيجمد شويه او بيتقل كده شويه. فحطيت عليها معلقتين لبن عشان خاطر افك بيهم واعرف انزلهم كده على الصينيه. وتوزعيهم بقى كويس باي معلقه او سباتولا كده عندك كده. خلاص تزينيها بقى باي حاجه او تسيبيها ساده كده براحتك. ممكن تحطي عليها فاكهه، او ممكن برضو حبه كريمه تاني تعمليها في القرطاس كده وتحطيها على وشها. انا حطيت كده شويه من بسكوتات الاوريو، يبقى على حرف كل واحده كده من الجاتوه كده، يبقى واحده بسكوت اوريو بس كده. ادخلها بقى الفريزر او التلاجة ساعتين 3، وبعد كده طلعها تقطعي الصينيه التانية. قلبتها برضو بنفس الطريقه، وسقيتها برضو نص كوبايه لبن، وبعد كده زينتها بالكريمه اللي احنا عاملينها وشويه من الشوكولاته. اعملها بنفس الطريقه بالظبط، بس دي بدل ما احط عليها البسكوت كده دواير، كسرته ورشته كده على وشها. ودخلتها برضو الفريزر كده حوالي ساعه. دي الكيكه بقى الاولانيه او الجاتو الاولاني، سبته برضو ساعه في الفريزر وطلعته بقى اقطعه. ممكن تسيبيه برضو ساعتين 3 في التلاجة برضو هيكون حلو. وطلعته قطعته كده القطعه حلوه قوي سليمه وطعمها حلو. ممكن كمان تزينيها بالفاكهه بقى او بالمكسرات براحتك، لكن هي ما كلفتناش حاجه. كوبايه كريم شانتيه مع صوص الكاكاو اللي احنا عاملينه دون من الكيكه نفسها، حلوه قوي، طعمه حلو جدا. وكمان الكيكه كده دايبه كده من اللبن اللي احنا مشربينه ليها، طعمها حلو قوي. ما حطيناش عليها طبعا ولا كريمه لباني ولا لبن مكثف ولا اي حاجه، كلها بالحليب العادي. و3 بيضات طلعت لنا كميه كبيره جدا من الجاتو. كيكه حلوه قوي، مش شرط بقى كيكه اسفنجيه ولا نقعد نفصل بياض من صفار. حلوه قوي، مش هتاخد مننا وقت ولا هتكلفنا كمان مجهود ولا خامات كتير. وهتطلع معانا كميه كبيره من الجاتو، تنفع قوي في اعياد الميلاد او لو عندك عزومه او اي ضيوف، هتكون حلوه قوي. بس كده، اتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.